الجمال والحلاوة والطعامة والسكر والعسل والألوان الحلوة الجميلة، محشي الكرنب اللي خارج من مطبخنا النهاردة. ألف هنا وشفا على العملاء الجميلة اللي بتثق في مطبخنا واللي دايما بتطلب من عندنا. من ضمن الأسباب اللي في عملاء كتير جدا متمسكة بالتعامل مع مطبخنا التغليف. التغليف حاجة مهمة جدا جدا جدا، واللي بيقوم بيها لازم يبقى حريص جدا جدا جدا، لان هو ممكن يضيع مجهود كل الناس اللي قبله، يضيع بقى مجهود الشيف اللي وقف وعمل، ويضيع مجهود الناس اللي كانت بتسبورت، سواء تسويق سواء المشتريات، كل الناس دي كلها. فلو الشخص ده ما غلفش الحاجة كويس يبقى كده الحاجة مش هتوصل للعميل، ولا كل المجهود اللي اتعمل ده هيبان. في حاجة برضو نقطة عايزة اتكلم فيها، ان التغليف مش اي حاجة في اي حاجة وخلاص. احنا عندنا دلوقتي ده محشي جاهز على التسوية، العميل هياخده يحطه في حاجة من عنده ويسويه، او الحاجة التانية ان هو هيدخله الفريزر. ما ينفعش بقى اروح احطه في اطباق فويل، ما ينفعش اروح احطه في اطباق مايكرويف، لا، هو انا بحطه في علب عادية خالص، علب تلاجة عادية خالص بلاستيك. العلب دي بتدخل في الفريزر وفي التلاجة ومفيش اي مشكلة منها خالص. يا ريت بس النقطة دي تبقى واضحة، لان في ناس اللي هو ايه، التغليف اي حاجة في اي حاجة، فويل لأي حاجة لأي حاجة. لا، هو مش اي حاجة يا جماعة. تمام كده. ومهم جدا الناس اللي بتغلف انها تبقى حريصة ان الحاجة تتغلف كويس وتوصل للعميل سليمة، لان ده هدفنا.